عمر إجلول الأمين العام لجمعية حمير كردستان. مساء الخير عمر. شو هاي؟ شو عملت؟ شو هاي؟ تحية. هذا أنا أبو صابر. أوكي فيكتوري أند أوكي. هيدي شو؟ شو يعني؟ يعني أسلم عليكم وأقول أوكي. very good. very good. yes. بس شو يعني؟ هذا التحية مالتنا، وهذا في أمان الله. في أمان الله. إيه. ليه هيك؟ هو حركاته مني يزعل يروح يجي يسوي صريح. هذا صفات الحمير. عمر يعني عم نشوف كرافات عليها حمير. هذا آل بيتي كلهم، قرايبي، ابن عمامي، ابن خوالي، عمامك واخوالك واخواني والبنز كمان. وهذا بيج براذر مستر دونجي ماي براذر. خيك. اخي. يس. نعم اخوي. يعني انت يعني انت عم بتقول انك انت ابوهم، ابو الحمار كله. ابو الحمار كله. يعني انت عفلق كبير الحمير. انت كبير الحمير. نعم. ابوهم وطالع زيهم. لما بتقول لما بتقول انا ابو الحمير، في قدح وذم، في قدح وذم. يعني اذا عذرا اذا حدا ناداك حمار بتعتبرها اهانه؟ لا يعني امدح نفسي. اعظم شخص بالكون لما اقول انا حمار. ايش حد يكون حمار؟ انا مقلد الحمار، ما اقدر اصير مثله. الخدمات اللي هو يخدمها والصفات اللي هو عنده انا ما اقدر اوصلها. يعني الحمار اهم منك؟ اهم مني ومنك ومن غيرنا. واثبت ذلك. ليه ما بتحكي؟ لا خلي كل واحد يحكي عن والله كيفك. هذا انا حر. اكيد انت حر. وعندكم ايمان بالحريه أكيد. والديمقراطيه. اوكي، ليه اخترت الحمار؟ ليه اخترت؟ لأن الحمار هو أنا عمري 6 سنوات أبوي يبيع بي نفط. هو خدمني. أقول له أبوي يا ريت يا أبوي تهتم بنا بقد ما تهتم بحمار. يقول يا أبوي لو مو حمار أنا ما أقدر أجر عربانة وأبيع نفط أخدمكم. الحمار هو خدمني وأنا مو ناكر جميل وفي لي هالخدمة. اليوم عمر عندك يعني جمعية وأنت يعني أمين عام الجمعية. أنت مؤسس الجمعية. هو في البداية كان حزب من حزب الحمير 70 لغاية حزب الحمير 91 أيام الانتفاضة كنا حزب. نعم. هلا صرتوا جمعية. راح أحكي بعدين من جمعية لحزب. نعم. نعم. ولكن إذا حدا بده يعني بده يجي ينضم لهذه الجمعية، نعم، في شروط لواحد ينضم؟ شلون؟ عندنا شروط. الصريح بالكل يقول درونا كري ولا ترويض طار كري. يعني يجب أن لا يكون كذابا. لأن الكذب هو مفتاح الأعمال السيئة. إذا كذب يسوي كل شيء. لكن واحد مش كاذب. مش كاذب. هذا الشرط. نعم. والثاني شرط يحب بلاده وطنه. مأوى مال أحمر هو التعبان ومن بعد من يتقرب من بيته ينهق. أهل البيت يقول رجع والدنا من ينهق أحمر لأن والدهم مو أحمر. هاي ثاني شيء. نعم. إذا حدا جاي من أعضاء الجمعية بده يقدم لك تحية. هسه خلي أخلص الثالث. تفضل. الثالث يكون عنده صفات حمير. حمير عنده الصبر، القناعة، الإطاعة، الخدمة بدون مقابل. صفات الحمير. نعم. ليه ما بتقول صفة إنسان يكون صبور؟ ليه صفة وين إنسان عنده صبر قد أبو صابر غير حضرتنا أيوب الله يرحمه والله يرضى عنه. لازم يكون عندك صفات الحمار. نعم. لا يقدر يكون يعني منتسب للجمعية. إذا بدك يكون في تحية وقتها تجوا تجتمعوا مع بعض، في تحية معينة؟ حاضر قدمه. الأعضاء من يجيني لازم ايش يسوي؟ كيف؟ وانا كمان ايش اسوي له؟ قول. هاي التحية الأعضاء لما شلون ما جندي يروح على ضابط ماله ايش يسوي؟ هو يجي. ليه عم تحرك الحركة ويا الرجل اثنين. الثالث شو خاصة بالحمار؟ يعني هذا الشيء خلاعي ما اقدر اكشفه. ما بقدر تكشف. بس لازم تكون صراحة يعني هذا هو. نعم. شو يعني شيء خلاعي؟ ما اقدر لان صراحة احترم النسوان اللي قاعدين. ايه؟ لابد بشيء. تحية خلاعية يعني؟ لا مو خلاعية بس لما تفسر للجميع فلازم
رفصان. نعم تفضل عمر. يعني نعم. اللي بينتموا لجمعية الحمير في كردستان في تراتبية إلهم؟ في تراتبية رتبة؟ طبعا. أول مرة إذا واحد مثلا عمره أقل من 6 سنوات تسميه جحش صغير. من 6 ل 12 شهر، هذا بالشهر بالحمار يقابل سنة من بشر. نعم. شهر، لأن هو ب 18 شهر يصير حمار، وإحنا ب 18 سنة نكون رجال صاحب المسؤولية. تحت ال6 سنين شو قلت لي اسمه؟ جحش صغير. جحش صغير. اي بالكردي عندنا هم اسماء ممتازه يعني ينطبق وياه. ومن 6 ل 12 نسميه كره، ومن 12 ل 18 شهر نسميه نوطلان، احنا بالكردي يعني شبيبه تحمير. عمر يعني هون في الحاضرين في الاستوديو عم يضحكوا. خليه يضحكوا. العالم اضحك والدنيا يضحك لك، وابكي تبكي لوحدك مثل ما قالت ام كلثوم. ولكن الناس في كردستان نعم. بيقبضوكم جد؟ والله في البداية في كانوا نظرة جدية؟ ينطحوني ويعضوني مثل الكلاب، لكن مع مرور الزمن وصمودي قدرت اقنعهم اكثريتهم. نعم. لكن قلت لي قبل شوي الصغير قلت لي جحش. انت شو امين عام؟ أنا اكبر الحمير في كردستان والعراق، اكبرهم. اكبر الحمير. انا مؤسس الفكره طبعا، ابو الحمير. رح احكي معك يعني عمر بعد شوي خلال الحلقه عن الحمير الاصليين ومقلدين الحمير يعني. انا مقلد، وابو صابر الاصلي، ابو عرباط هو الاصلي. انا مقلد. ابو صابر هو مش حد يكون مثله. ما ابو صابر التسميه الشعبيه في العراق الحمار. نعم. يعني ابو صابر للحمار. لان هو دعيتوا لك ابو صابر في العراق؟ هوايه. الفيحاء قابلني، خاصه نجلاء قادر يسميه كل دقيقه ابو صابر، وانا اقول له ام صابر. هي متنظمت وياي هسه بالبغدادي. حضرتك متزوج؟ طبعا عندي 7 اولاد، 5 ولد و2. زوجتك شو منتسبه للجمعيه؟ في البدايه لا، بعدين بالاخير اقتنعت. ورتبتها اليوم شو زوجتك؟ مطيه وبس، اتان. نعم. راح ارجع لك خلال الحلقه عمر قلول. بدي انتقل لحسام حمدي من مصر. مساء الخير حسام. يعني عمر اسس جمعيه الحمير الكردستانيه، انت لاي مجموعه بتنضم؟ العراقيه. العراقيه. فصل كردستان عن العراق. هدول شو الحمير جبته معك من العراق؟ هذا هديات اجاني من اصدقاء، فهذا دائما يخدمني. نعم. انت حسام لاي مجموعه تنضم؟ لا، هو مجموعه على الفيسبوك كنت منضم ليها. شو هي؟ مجموعه حمار تحت وحمار فوق. حمار تحت وحمار فوق. حكي قبل شوي يعني ابو صابر رتبته الامين العام والحمار الكبير، يعني عذرا انا عم بنقل كلامك. هذا وانا افتخر به. تفتخر؟ كلنا نفتخر به. كلنا نفتخر به. انت شو رتبتك في المجموعه؟ انا حمار تاني. المسألة ما فيهاش. شو يعني حمار تاني؟ احنا اول ما بنخش بنبقى في رتبة جحش، ده البداية خالص. اعلى عمر كمان. طب ماشي، ما هي المشكلة. نعم. ما هو اصل الموضوع زي بعضه. نعم. خلاص بيبقى جحش، بيبقى ده في البداية، بتبقى زي حاجة كده زي تحت التمرين لغاية ما بتتخلص من عقدتك الإنسانية وتتحول لحمار. بعد كده تبقى حمار تاني. بعد كده حمار أول. حمار أول. وأنت بدك تصير حمار أول؟ لا، ده لسه بدري قوي. لسه بدري. يعني رح أحكي بعد شوي معك خلال الحلقة حسام عن الجحش، الحمار الأول والحمار الثاني. يعني لا، ولكن أنتم كمجموعة الحمير المصرية شو أبرز المناسبات والنشاطات اللي بتقوموا فيها يعني داخل هذه المجموعة؟ احنا عندنا 3 مناسبات. في عندنا يوم الضرب، يوم النهيق، يوم البردعة. يوم الضرب شو يعني؟ يعني بنضرب بعضينا عشان نحس بآلام الحمار. نعم. بس. ويوم النهيق؟ يوم النهيق شو يعني؟ شو بتعمل؟ بننهق. كيف بتنهق؟ شو بتعمل؟ عادي زي الحمار ما بينهق. عم تحكي جد؟ بحكي جد. وين بتم يوم النهيق؟ بنتجمع كلنا وننهق في شوارع القاهرة؟ لا، مش في شوارع القاهرة. القاهرة زحمة، لو شافونا هيضربونا. يعني اقول الناس مجانين، هنخش السرايا. عندنا في سرايا صفراء اللي هي مستشفى المجانين. وين لك؟ اللي بندور على مكان فاضي بنتجمع فيه، بنتقابل فيه بتعملوا ونقعد ننهق عشان نحس باحساس الحمار. على فكرة هو عاملة زي الغنى. ان هي الحمار ده بيطلع احساس الغنى.